سر هيخلي رونالدو يرجع من اصابته اسرع. المفاجاه ان انت كمان ممكن تعمل كده لو مصاب. هقول لك ازاي. يوم 28 فبراير رونالدو بيتصاب في ماتش الفيحاء، النصر بيعلن انها اصابه عضليه، ثم التقارير بتكشف انه تمزق في اوتار العضله الخلفيه. في العادي الاصابه دي ممكن توصل ل6 اسابيع، لكن الاخبار دلوقتي بتقول انه هيرجع في 4 بس، وكمان ممكن يبقى جاهز لماتش النجمه بعد التوقف الدولي الجاي يوم 3 ابريل. فازاي بقى رونالدو قدر يقصر فتره غيابه بالجهاز ده؟ الشيء اللي واخد رجله كلها ده، اولا هو تبع براند كريستيانو نفسه بيستثمر فيه، ثانيا بقى وعد معايا بيقلل ارهاق العضلات واثر التشنجات بعد الماتشات، وبيخفف من الورم والالام، فبيضغط على انسجه معينه فيساعدها تتعافى اسرع. طيب انت بقى ممكن تستخدمه ازاي علشان تتعافى من اصابتك؟ عارفه انك تعبت من الفولتارين. بص يا سيدي، جهاز سعره حوالي 6000 دولار. ماركه بتقول لك اطمن، اي حد يقدر يروح يعمل عليه جلسه ب 55 دولار بس، لكن الاصابه العضليه بتحتاج من 8 ل 12 جلسه، يعني من 440 ل 660 دولار، زائد الفيزا وتذاكر الطيران لمدريد. ارجع للفولتارين تاني، احنا اسفين.